كشف المفتري عبد الحميد النجدي. كفر أبا بكر وعمر ظلما. أولا نحن ندعو إلى الوحدة بين السنة والشيعة. ثانيا نحن لا نكفر أحدا من المسلمين إطلاقا، لا سنة ولا شيعة ولا من الزيدية ولا من الظاهرية ولا من كل فرق المسلمين. ونحن بالنسبة إلى أبي بكر وعمر هما مسلمان من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور التي تدعونها علينا ظلما وعدوانا، نحن عندما نحتج عليكم من كتبكم تقولون عليهما هكذا، ونحن لا نقر لكم بهذا. نحن عقيدتنا غير ما تقولون، ونحن نحب إخواننا أهل السنة، ولا ندعي أن أهل السنة لا يحبون أهل البيت. هذا كذب وافتراء ثاني علينا. هذا نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية في الجزء الأول صفحة 63 يقول: قال هذا ما قاله الفاضل بن الأثير وهو من أجلاء علمائهم يعني أهل السنة. قال: زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا. كذبوا، ولكن به دواؤه ماء الرجال والعياذ بالله. هكذا يقولون عن عمر أنه كان لا يشفيه إلا ماء الرجال، ويقولون كذلك في أنا لا أتكلم عن أحاديث، عفوا، أنا لا أتكلم عن أحاديث، أنا أتكلم عن موقفهم من عمر الذي أرادوا لا تقاطع الذي أرادوا أن يخفوه الذي أرادوا أن يخفوه. نعم، أنا أردت أن أبين موقفهم من عمر الذي أرادوا أن يخفوه. ليش مخفوه؟ هو قال لك صريح ما يخفي. أصبر، لا، هو ما قال شيئا، هو يستحي الآن أن يقول أمام الناس. انظر ماذا يقول عمدة العلماء والمحققين. من هو؟ محمد نبي التسركاني. ما سامع. أنت ما تعرفون لذلك. كتابه لآل الأخبار، كتابه لآل الأخبار ملقب عند شيء بعمدة العلماء والمحققين. انظر ماذا يقول: اعلم أن أشرف الأمكنة، هذه أشرف أمكنته. ما قلتها البارح، هذا ما قلتها، قلتها أنت دائما تتنبأ بالغيب. يقول: إن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن عليهم إذا كنت في المبال تلعن وأنت تبول. إذا كنت في المبال فقل هذا قول عالمكم، فقل هذا أنتم تكذبون، تعرفون تكذبون. هذا وصف الرافضة في وجوهكم. طيب اصبر، طيب يا أخوانا خلاص، في وقته يحب يقول خلاص. أقول ما شاء، في وقت. طيب في وقت. إذا كنت في المبال فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال: اللهم لعن عمر، ثم أبا بكر وعمر، ثم عثمان وعمر، ثم معاوية وعمر، ثم يزيد وعمر، ثم ابن زياد وعمر، ثم ابن سعد وعمر، ثم شمرا وعمر، ثم عسكرهم وعمر، عسكرهم يعني عائشة، ثم عسكرهم وعمر. اللهم لعن عائشة وحفصة وهندا وأم الحكم، والعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة. زندقة. ولذلك انظروا ماذا يقول الخميني، ما في احتجاج. الخميني يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كشف الأسرار صفحة 126: إننا هاهنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حللاه وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. صحيح. ثم قال صفحة 127: إن مثل هؤلاء الأفراد الصحابة الجهال الحمقى الأفاقون الجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمام وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. ثم يقول صفحة 137: والواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره، الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم، وأغمض عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة. طيب، اصبر،